بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي مع درس جديد من دروس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. النهاردة هنكمل دروس لغة ال HTML. درس النهاردة بعنوان استخدام الخاصية required يعني مطلوب، تمام؟ يعني عدم ترك الحقل فارغا، هي دي الخاصية required. عند استخدام هذه الخاصية مع بعض الأدوات السابقة مثل ممكن استخدمها مع التكست والباسورد والديت والنمبر والتشيك بوكس والريديو. معناها ان كل المدخلات دي ما ينفعش تبقى فاضية، لازم تبقى فيها قيمة، لازم يبقى فيها قيمة. طيب عايزين مثال عملي على الكلام ده اهو. هو عمل لك مثال عملي، فتح فورم وانبوت تايب بيساوي تكست وقال لك ريكوايرد، يعني معناها ان التكست ده، التكست بوكس ده ما ينفعش يبقى فاضي، لازم يبقى فيه قيمه. وبعدين عمل انبوت تايب بيساوي سبميت وقفل الفورم بتاعه. طيب عايزين نطبق عملي، هنطبق فين؟ يا اما تفتح النوت باد يا اما تفتح فيجوال ستوديو كود. لو مش بتحمل عندك الفيجوال ستوديو كود هتشتغل معايا على النوت باد وتكتب الكود ورايا. خلاص؟ طيب هفتح فيجوال ستوديو كود وبعدين اعمل فايل نيو، اختار اللانجوج، اختارها HTML، تمام. ونبتدي نطبق المثال بتاعنا. فايل سيف هنسميه required REQ يعني required.html، تمام. واعمل سيف واحط على سطح المكتب. خلاص. طيب هنا عشان نشتغل على الفورم هعمل هيكل بنائي لل HTML اهو، HTML على السريع اهو. ادي فتحة ال HTML وادي الغلق بتاعه. وبعدين صفحة ال HTML بتتكون من هيد وبادي، رأس وجسم. ادي منطقة الهيد وادي البادي بتاعنا. جميل جدا. هنا في منطقة الهيد انا بحط عنوان الصفحة اللي هو التايتل، تمام. وبعد كده بنيجي هنا في منطقة البادي هنفتح فورم، هنعمل نموذج ادخال بيانات. ادي الفورم. طيب انا هعمل ايه؟ هعمل input type بتساوي ايه؟ تكست. يعني انا هعمل مربع نص وهخليه required required، تمام. وبعدين اقفل required. طيب وبعدين هعمل input type بيساوي submit، مربع الارسال، ماشي. واقفل. خلاص كده. هنقول فايل وسيف وهنيجي على سطح المكتب نشوف اهو required اهو، نشوف اتطبقت ولا لا. تمام. هنيجي هنا، تمام. هنا المربع النص بتاعنا لو انا سبته فاضي وعملت ارسال هيقول لك يرجى ملء هذا الحقل، لازم يتحط فيه قيمة، وليكن مثلا هتحط اسمك وتعمل ارسال لولا ما يقبل منك. خلاص فهمنا؟ يبقى هنا ما ينفعش يبقى فاضي. ممكن احنا نعمل مثلا نعمل تمييز، يعني بمعنى هنا هنيجي في الكود كده نقول له ادخل اسمك مثلا، تمام. فايل سيف، نيجي نعمل ريفرش. هنا المفروض يدخل اسمه، ماشي، عمر، هيقبل منه. طيب انا سبتها فاضيه، ارسال، اداني رساله يرجى ملء هذا الحقل. ليه جات الرساله دي يا شباب؟ عشان انا حطيت كلمه required، حطيت كلمه required. خلاص. ده كان درس النهارده، وادي يا جماعه يا شباب ادي الكود بالكامل. لو عايز تكتب ورايا وتنفذ الكود ده
وتطبق عملي. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.